بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. والقصة بدأت أثناء الحرب العالمية، وعلشان ما يعرفوش ربنا ظهر لهم مثلث برمودا، وأكيد حضراتكم عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. وفجأة مرة واحدة بيظهر مجموعة مخلوقات مخيفة علشان تبقى كملت بقى، وطبعا محركات الطيارة حساسة شوية فبتنهار يا جماعة وبتنفجر. يلا خدت الشر وراحت. والطيارين اللي كانوا فيها واحد منهم فتح الباراشوت ونزل، أما التاني فتمساح ابن حلال فتح بقه وقام جاي واكله. يا ساتر، هو في كده؟ أحسن أحسن. في وقتنا الحالي بقى كان موجود طيارة في نفس المكان تقريبا، ما بيتعلموش من الغلطات للأسف يعني، وكان موجود جواها حال اللي فضل مكشر حبتين وجايب آخره من تشان صديق بنته لين، وده علشان بصراحة ما كانش طايقه ومش راضي على العلاقة دي، فبيروح لودن بنته الحرباية علشان يسألها بقالها قد إيه تعرف الواد الملزق ده. قالت له بابي ما اسمحلكش، أنا عارفة مصلحة نفسي كويس. طب يا حبيبتي يكشي يتحرق فوق دماغك. المهم حالة الزهر مسكت ركاب الطائرة وكأن شيء مخيف سوف يحدث. طايرين فوق مثلث برمودا متوقعين إيه يعني هياخدكم بالحضن. فمؤشرات الطيارة اتفرتكت والكابتن قال ما بدهاش بقى، ما كانش ده قراري، لازم لابد نعمل هبوط اضطراري. ومرة واحدة نفس الطيور المخيفة دمرت محركات الطيارة وكانت على وشك تنفجر، فنزلت بسرعة إمبابية خطيرة. ومش كده وبس، لأ ده كان في شوية ركاب ضغط الهواء تسبب في رميهم في المحيط بعد طبعا ما اتشفطوا لبره وتقريبا زمانهم ماتوا. أما هل فبيطمن بنته وبيقول لها تربط حزام الأمان. تفتكر ممكن يعمل حاجة؟ ما أعتقدش، لا الموضوع كبير. بعدها الطيارة بتصطدم بصخور الجزيرة فبتنقسم نصين، نص مش قادر يخبي، لا نص بيموت وبيروحوا في الشواحة، أهم ركاب النص الآخر ما زالوا على قيد الحياة لأن الفيلم مصروف عليه ومش لاقيين ممثلين. بعدها مشهد عاطفي لهال وهو بيفوق بنته قصاد مجموعة ناس كانت حالتهم صعبة جدا وفضلوا عايشين بعد الانفجار. بعد كده بدأوا إنهم يحاولوا يتأقلموا ويوفروا احتياجاتهم من الأكل والشرب، وعيل مسمسم كده قال لهم يا جماعة إحنا ما عندناش مية يلا بقى. وشبكة المحمول ما بتشتغلش طبعا، طبيعي جدا يعني، والعملية اتأزمت على الآخر. وهذا الموقف القليباني يا عزيزي دفع هال إنه يستكشف الجزيرة، فدخل الغابة بكل جبروت. تامر عاشور يا ولاد. وكأنه داخل مزرعة فراخ. وتشان صديق بنته اللي هو مش طايقه أساسا قرر يروح معاه، وكان معاهم مستر هيثم وأستاذ مش عارف جامعة إيه كده قرر برضه يروح معاهم. وسط غابة مخيفة مليئة بالحشرات والزواحف المختلفة ظهر لهم كوخ سري، والفضول يحرك العباقرة فخلاهم عايزين يستكشفوه. وفعلا دخلوا ولقوا مجموعة طلعات حربية على كام حتة سلاح على دفتر مذكرات جندي مقاتل شفناه اتبلع في أول الفيلم لو تفتكروا. ومستر هيثم فك الشفرات وقال لهم يا اخوانا الموضوع خرج من ايدي وراح لايدي التانية، وبصراحة بقى الجزيرة مليانة زواحف. ايه ده؟ ليه حبيبة بابا انت فين يا روح قلبي؟ فراحوا طيران على الشاطئ علشان يحذروا الناس. وبصراحة زي ما انتم شايفين الاجواء كانت هادية خالص وحالة من الود والمؤاخاة باينة اكيد على وش الراجل اللي بينضرب ده. وطبعا شوية ناس فضلوا مكمبرين وبيتفرجوا وهما بيطحنوا في بعض، وواحد منهم اتهطر وقام جاي رامي زميله في المية، فالتمساح قال له ايوه بقى دلعني في حبك دلعني. والناس فضلت تصرخ وكلهم جروا. معرفش من ايه بصراحة، تفتكروا هيموتوا مثلا يعني؟ والتماسيح لزمت المكان ومجزرة كانت على وشك تحصل، وكل ده بيختفي لما بيوصل هان والناس اللي معاه لأنهم بيلاقوا المكان فاضي ومفهوش نفس لأي مخلوق. فهل بيستخدم دهاء الاستراتيجي وعن طريق خطوات التماسيح قرر يتحرك في الاتجاه اللي كان معتقد انهم هربوا فيه، والناس فضلت تجري من التماسيح لغاية ما قرروا ينقسموا المجموعتين كل واحدة في اتجاه مختلف عن التانية. الأولى كان فيها لين وشوية ناس معاها وطاروا من الفرحة لما لقوا نهر قدامهم، وده علشان أخيرا هيشربوا مية عذبة. ولكن حدثت الكارثة يا عزيزي، وبعد طبعا ما هل واللي معاه انضموا ليهم فبنسمع صوت تمساح مخيف كان نايم جنبهم، والشباب عاملين دوشة والراجل مش عارف ينام. فقام جاي مبرق بعينيه كده اللي كلها رعب، وقام جاي شافت حتة العيل الهتية ده وبدأ يهجم على التانيين، فحاول ينقض على هال فقالوا لا اصحى انا بطل الفيلم، فقالوا سوري وغير رأيه وشفط واحدة ست تانية. والمجموعة هربوا بصعوبة جدا ووصلوا للكوخ للمرة التانية، وما كانش قدامهم حل غير انهم يباتوا، ودي احسن فرصة لهال علشان يبعد بنته عن صديقها العرة ده. فقال له اسمع يا ولد انا عايزك تصور لي مراحل تكاثر حيوان الزعبرة ازاي معرفش، المهم تتصرف.
وطبعا في الصباح الباكر بيصحى هال وكان معتقد وفاكر إنه ناصح وهيقدر يلاقي نباتات يتغذوا عليها أو على الأقل هيعيشوا في عالم تاني موازي. بقى المجموعة التانية بقيادة فان وليتشي بتكون ظروفهم صعبة برضه، ومرة واحدة بينزل عليها سائل غريب كده، وطبعا ما بيهتموش يا عزيزي لحجم الكارثة التي سوف تواجههم. ناس طيبين أوي ما يعرفوش إن ده بضع عناكب مخيفة. وبتصحى ست الحسن والجمال ومش بتلاقي حد معاها، فبتروح تجري علشان تدور على والدها، والشان بيعترض وبيقول لها رجلي على رجلك، انت ماشية مع كيس جوافة ولا ايه؟ ولما طلعوا لقوا ضباب وحشرات مخيفة، فالشان قال لها حبيبتي ده مش موسم الجوافة، انا بقول نرجع. وفعلا راحوا علشان يصحوا بقية المجموعة ويحذروهم، وبدأوا بعد كده يحاولوا يخرجوا بخطوات بسيطة. فواحد منهم لقى سائل لزج سام فنظر إلى الأعلى لعلها تكون إشارة، بس كانت منيلة ب60 نيلة، وهجم عليهم كمية عناكب رهيبة. أما هام فبيكون بيسمع ألبوم أصالة الجديد ومش واخد باله، ولسه يا عيني بيدور على النباتات لغاية ما سمع صوت صراخ بنته، فراح جري علشان يحاول يلحقها. في الوقت ده كان محاصرهم عنكبوت ضخم وكان على وشك ينقض عليهم ويسممهم، لكن مستر هيثم بكل فدائية شتت انتباهه جدع وحاول يبعده عن بقية المجموعة اللي اطمنوا للحظة معينة وكانوا فاكرين إن الخطر كده راح وبعد عنهم، لكن ظهر لهم مجموعة عناكب جديدة أقوى وأشرس بكتير، فحاولوا على قد ما يقدروا إنهم يهربوا أو يستخبوا في فراغات على أمل يقدروا يعيشوا. أما هال ففضل يزعق وكله أمل يسحب انتباه العناكب، لكن مفيش فايدة. ولما رجع للكوخ لقى مستر هيثم هناك، معرفش كان بيعمل إيه بصراحة، وساعتها هجم عليه عنكبوت بحركة ثعبانية وعضه وسممه لغاية ما مات الله يرحمه. بعدها هجم على هال وبيسحبه من رجله علشان يموته، فشغل دماغه وقام ضربه بالسيف اللي لقاه موجود في المكان وولع فيه بقنبلة معرفش جابها منين. أما تشان واللي معاه فبيلاقوا نهر قدامهم ومضطرين إنهم يعبروه، وفجأة بيطلع لهم تمساح. خضتني يا جدع مش كده؟ ده أنا قلت مصيبة حصلت. ايه ده تمساح؟ فتشان حاول يعترض طريقه ويضحي بنفسه ويحاول يدافع عنهم، فالتمساح كان حرفيا هيشخبط على وشه لولا تدخل هال على اخر لحظة، برغم انه مغلول منه بسبب علاقته الغير مفهومة مع بنته. والتمساح قرر يعاقب هال بداله ويدفعوا تمن غلطة زي دي، فطلع فوق شجرة وكله أمل يهرب، لكن التمساح هدى الريتم شوية ورجع لطبيعته المائية مرة تانية. وهل بعدها بيقوم حاضن بنته وبيطمنها. في نفس ذات اللحظة الفريق الآخر بقيادة فان وليتشي لقوا نهر مية عذبة، ودي فرصة ما تتعوضش ليه تخليهم ياخدوا نفسهم ويهدوا شوية. وفان بيقرب من ليتشي وبيقول لها عارفة ليه التمساح كان مفترس؟ علشان ما عندوش قلب، بس أنا عندي وبحبك يلا بقى. فقالت له لا إحنا إخوات. والتمساح قطع عليهم اللحظة اللي مش مفهومة دي وقرر يرخم شوية، وفان طلع واطي يا عيني وقام جاي رميها ندل وقال نفسي ثم نفسي. أما هل وبنته واللي فضل عايش من المجموعة الأولى اتخضوا واتفاجئوا قدامهم بهيكل طيارة حربية شفناها في أول الفيلم، ومن البقايا بتاعتها قدروا إنهم يجمعوا مدفع ناري وجهاز لاسلكي، ولين بتديلهم أمل بسن التفاؤل إنهم ممكن يخرجوا بسلام بعد ما بعتت استغاثة على أمل حد يجي وينقذهم. وما عداش ثواني إلا وقرروا يتحركوا للشاطئ بسرعة علشان يحاولوا يلفتوا انتباه أي فرقة إنقاذ تحاول تساعدهم. وفي الطريق بيتجهوا بنهر ومضطرين تاني للأسف إنهم يعبروه، برغم إن ده من ناحية وارد يكون أكبر خطر، ومن ناحية تانية عامل لهم مشكلة كبيرة، وهي إن معاهم واحدة ست حامل. فجات لهم فكرة عبارة عن إنهم يجمعوا أخشاب شجرة على هيئة قارب علشان الست تركب فيه. أما هلفا بكل فدائية مسك طرف الحبل علشان يعبر بيه للضفة التانية، وبنته لين وباقي المجموعة اتحركوا بكل حذر وراهم، وكانوا متخيلين إن الأمور طبيعية ومفيش داعي لحالة الذعر. لكن إزاي؟ طبعا بيظهر تمساح مفترس من بعيد وبحاسة شم قوية قدر يحدد مكانهم، وما قدامهمش وقت كتير ولازم يلحقوا يتصرفوا. وفعلا هل نجح في مهمته وبمساعدة بنته واللي معاها قدروا إنهم يوصلوا للضفة التانية. أما الست الحامل فأخشى أن تكون الضحية يا عزيزي، لكن جوزها ليه قرر يروح بدلها والتمساح أكله. يا ساتر أصيل يا أبو الحاج، وهو شخص يفوت ولا طفل يموت. والتمساح ما اكتفاش بكده واتحرك من الجهة التانية علشان يهجم على الأشخاص اللي لسه عايشة. فهل قال ما بدهش بقى وقام جاي مطلع الرشاش وطط طط طط طط. بتعمل ايه يا كبير؟ ده تمساح بري مش طيارة حربية. المهم بعد محاولات كتير أخيرا ما عرفش يأثر فيه للأسف يعني، لغاية ما التمساح قرر يكشر على أنيابه وطلع بره الشاطئ. يا 300 أهلا وسهلا. غير بقى؟ لا طبعا. هل فضل مكمل ضرب برشاش المية اللي معاه لغاية ما التمساح
قرب قوي وفان بيقع على الأرض من الصدمة، ولين بكل طيبة قلب جت تنقذه فبيزقها الواطي بكل ندالة. ياه كم هو شعور مستفز، شخص مستفز برضه والله. ما علينا. التمساح كان على وشك يفترسها لولا تدخل هال بحركة مختلفة جديدة يعني، فكان بيضرب نار لكن وهو متعصب شويتين علشان يبان كريتيف وكده يعني. المهم قدر يسيب التمساح وقدر يسيب فان يلا بالمرة، وكانت فاتحة معاه على الرابع، وفان بصعوبة حاول يهرب برغم رجله المصابة لغاية ما زهق وقال لهم يا جماعة تعبت مش قادر. مش طريقة تمثيل دي. فالتمساح خطفه في منظر صعب. لا لا ما أثرش في قلبي، بالعكس كلب وراف. وطبعا لزوم السسبنس التمساح مرضيش ياكل ليه، وقرر ياخدها معاه عن طريق ديله علشان يستفز فضولك كمشاهد ويستفز الناس دي ويجبرهم يدوروا عليها. والتمساح بيكمبر في كهف محندق حبتين كده إيجار جديد في الغابة، والمجموعة سابوا النهار كله وبيوصلوا بالليل، وده علشان الإثارة تزيد طبعا. والست الحامل اللي اسمها جيا بتتخض لما بتلاقي جثة جوزها، وهل فرح لما لقى بنته مصابة لكنها على الأقل عايشة. وجيا فضلت تبكي على المرحوم جوزها لغاية ما صحت التمساح عاجبك كده، وبدأ يهاجمهم بكل شراسة. وهل تلقائيا مسك الرشاش وكاد أن معرفش بصراحة إيه اللي بيعمله ده. هو طلب من تشان ياخد بنته ويهربوا، فالولد قال له حاضر يا أنكل نحنوح قوي. اما هل فتحشر جوه مكان ضيق وبرغم كده فضل مكمل ضرب نار. وتشان بعد ما طلع بره المكان قرر يرجع مره تانية ويشيل المسؤوليه. ما تستعجلش يا حبيبي التمساح هيشيلك دلوقتي. وهل ساعتها كان جايب اخره وتعب جدا وفضل مكمل ضرب نار لغايه ما الطلق خلص، فقال يا خساره ده كان هيموت انت هتمثل. فحاول يدور على قنبله تانية كان واخدها من الصندوق العسكري لكنه ما بيلاقيهاش. ولما لمح بطرف عينه تشان طلب منه يدور عليها ويلحق يتصرف قبل ما التمساح يعملهم شاورما. وفعلا على آخر لحظة قدر يلاقيها، فقام رامي على حد على ظهر التمساح علشان يسحب انتباهه وبالمرة يدي فرصة لحال يتصرف. وفعلا هال ما كدبش خبر وقام جاي مسخن القنبلة وبيرميها جوه التمساح فبتنفجر. ياه يا لطفي. أخيرا بعدها هال شكر تشان على مساعدته وقال له أنا موافق تتجوز بنتي واحنا بنشتري راجل يا ابني. بص يا حبيبي الشبكة من ماليزيا والعفش من جيبوتي ولطفي العنابي يغني في الفرح. فالتمساح بيصحى مرة تانية وبيقول لهم مين لطفي العنابي ده؟ يخرب بيتك انت لسه عايش؟ وهل ساعتها قرر ينزل تحت يا عزيزي المشاهد وقام ماسك السيف وفتح بطنه لغاية ما قضى عليه للمرة الأخيرة. لا بجد بجد. وتشان بيطلعوا بصعوبة وهم في حالة صعبة جدا، وبيخرجوا هما الاتنين بسلام وبينضموا للين وتشيا وبيتحركوا مع بعض للشاطئ. ياه يا لطفي. فرق الإنقاذ والشرطة وصلوا. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة. أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.